أنا عارف إن الكلام ده ممكن يكون اتعرض مع ناس كتير، بس دي كامبين واحدة مصروف عليها أكتر من 2.5 مليون وجايبة أكتر من 12 مليون سيلز مع 30,000 أوردر. والغريب إن الكامبين دي كلها برود، يعني مش مكتوب كيورد واحدة بس في الديتيلنج تارجتنج. في الفيديو ده أنا هشير معاك الاستراتيجي اللي أنا بستخدمها عشان أعمل سكيلينج بيها. 80% من السيلز اللي جاية من الكامبين دي جاية من كامبين واحدة بس، جواها بس 3 اد سيت، وجوه كل اد سيت 10 كرييتيف فليكسبل كامبين. فركز في البوينت اللي جايه دي عشان هشرح بالظبط ازاي ان انت ممكن تمبلمنت حاجه زي كده على البيزنس بتاعك، سواء انت بيزنس اونر او ميديا باير. هناخد مثال على البرودكت ده. دي عباره عن اباجوره على شكل باندا. اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نحول الفيتشر بتاعت الباندا دي لبينيفيتس، والبينيفيتس دي تتحول كيوز كيسز مختلفه. بمعنى ايه؟ ان الباندا دي ممكن حد ياخدها عشان يحطها في الليفينج روم عنده، ممكن حد ياخدها عشان يحطها مثلا في اوضه النوم، وحد تاني ياخدها يحطها على المكتب، وحد رابع ياخدها عشان يديها هدية لحد. فاحنا كده معانا 4 يوز كيس مختلفة لنفس المنتج، يعني احنا معانا 4 اودينس مختلفين ممكن يشتروا نفس المنتج. طيب اللي هتبدأ تعمله لما تلاقي ان البرودكت ده سكيلابل معاك، ان انت هتعمل كرييتيف لكل يوز كيس. يعني مثلا كرييتيف لشخص بيجيبها هدية، او كرييتيف مثلا لحد حاططها في اوضه النوم، وهكذا. تمام. والكرييتيف ده طلع منه كذا فاريشن، يعني اليوز كيس الواحده طلع منها كذا فاريشن، وليكن 10 فيديوهات. يبقى انت كده اصبح ان الاربعه يوز كيس معاك ليهم 40 فيديو. طيب بعد كده هتعمل ايه لما يبقى معاك ال 40 فيديو؟ هتعمل كامبين واحده جواها 4 اد سيت، وكل اد سيت هتحط فيها الفيديوز اللي انت بتخاطب بيها الاودينس اللي عندهم يوز كيس معينه. يعني مثلا 10 فيديوهات للناس اللي هي عايزه تجيبها هديه. هتعمل انت بقى الكرييتيف، انت اللي هتكريته، او تشوف مثلا فيديوز جاهزه بتتكلم على البوينتس دي بانجلز مختلفه، بهوكس مختلفه، وهكذا. يبقى انت كده اصبح ان انت معاك 40 فيديو، كل 10 بيخاطبوا فئه معينه، وكل 10 محطوطين في اد سيت معينه. اللي هيحصل ايه لما تعمل حاجه زي كده؟ تلقائيا هتلاقي ان كل اد سيت راحت للاودينس بتاعت الناس اللي انت بتخاطبهم. يعني مثلا الناس اللي هي عايزه تجيب هديه، فهيظهر لها الادز بتاعه الهديه لنفس المنتج. الناس اللي هي عايزه تجيب مثلا ديكور تحطه على المكتب، هيظهر لها الادز اللي هي بتظهر نفس البرودكت. بس الفكره في ايه؟ ان هو نفس البرودكت بس رايح لناس كتير. فاصبح كده ان انت مثلا لو كان كل اودينس من الناس دي بيتكونوا مثلا من 5000 شخص، تمام، فاصبح ان انت كده عندك 20,000 شخص للاربعه يقدروا يشتروا نفس البرودكت، بس انت بتخاطب كل شخص بالانجلز بتاعته.